بشوية مية وشوية ملح وشوية دقيق عملنا الرقاق الطري والرقاق الناشف. عايزة اقول لكم يا جماعة، انا رايحة زيارة، انتوا شايفين الرقاق وشايفين الفرن شغال. رايحة زيارة عادية لاهلي، لقيتهم بيقولوا لي لا بقى تعالي لنا، انت شيف وبتطلعي على الفيسبوك. قلت لهم اه ماشي يلا، عايزين ايه؟ اول حاجة كده انا قلت لهم طيب اعمل الاول الرقاق اللي انا عايزاه. انا يا جماعة انا هعمل عندهم الرقاق الطري بتاعي، وبعد كده ابقى لما اروح مصر اشتري بقى ايه رقاق ناشف عشان ما يكسرش مني. كده رحت ناخله كيلو من الدقيق اهو كده زي ما انتوا شايفين، سنه ملح صغيره، بصوا، سنه صغيره، وهنزل كده بشويه ميه بالشكل ده كده، هدوبهم وانزل بكيلو دقيق مره واحده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، وانزل بقى بالميه تدريجيا. عايزه اقول لكم بقى استغلوني ايه اسوأ استغلال. عايزه اقول لكم بقى بسم الله ما شاء الله، كده بقى تجمعات العيله في الارياف، بنقعد بقى مع بعضينا، كل واحد يساعد التاني في فرد الرقاق، ونعمل كده الرقاق بتاعنا. يعني نشتغل كده حوالي عن اسبوع، نعمل للعيله وايه والجيران والحبايب. بصوا زي ما انتوا شايفين كده، هعجن بقى الايه كيلو دي، انا خدت عملت بقول لكم رقاق طري زي ما انتوا شايفين العجينه معايا بالشكل ده كده، وهروح اعجنها. بصوا طالعه، شايفين انتوا العجينه طالعه عامله ازاي يا جماعه؟ عجينه ولا قاسيه ولا طريه، انا بس كده معلش بقى ايه، في الارياف بقى وقاعدين في الخلا كده وقاعدين بقى نقطع. بصوا بقى يا حبايبي، انا كنت بسالهم بقول لهم عايزين الكوره قد ايه، انا هشتغل معاهم رغيفين ثلاثه واسيبهم بقى، راح انا جايه اقضي اجازه. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده هقطع الكور كده زي ما هم قالوا لي قد ايه. بصوا رجعوا لي حته كمان في الطبق، قالوا لي لا صغري شويه. واروح بقى مقطعه الكور بتاعتي وسايباها ترتاح كده على شويه دقيق رصاهم، وغطي بقى العجينه بتاعتي. وتعالوا بقى اقول لكم كمان استغلوني في ايه، قالوا لي لا تعالي عجني لنا كمان 5 كيلو. بصوا بقى حبايبي بالشكل ده كده هعجن برضو كمان 5 كيلو، كنت بساعدهم، قلت كده اعجن لهم عجينتهم. وتعالوا بينا بقى نفرد كده رقاقتين مع بعض، وتعالوا ايه ان كمان نحط 2 كمان في الفرن، واقول لهم اشوفكم على خير، واقول لكم انتوا كمان كل سنه وانتم طيبين. عجنت كمان ال5 كيلو اهو، واسيبها بقى ترتاح العجينه دي كده بالشكل ده. بصوا بقى حبايبي هفرد كده زي ما انتم شايفين، بحط شويه دقيق، الدقيق ده كان زياده شويه، مش مفيش مشكله. اروح فرده كده بالنشابه زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده، على قد الرقاقيه اللي انا ايه عايزاها. كده خلاص بقى انفضها بقى من الدقيق، واخدها بقى ايه على الفرن، الفها واخدها ايه على الفرن زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. يلا بينا نفردها بقى كده وناخدها بقى ايه على الفرن. تعالوا بينا بقى نشوف الفرن ونشوف جماله. عايزه اقول لكم هم بقى اشطر مني، شايفين هم بسرعه ازاي. ده بقى كده طشت كمان قلبين عليه والطبليه، واقول لك كام طبليه محطوطه في المكان اللي احنا فيه. بصوا بقى يا حبايبي بالشكل ده كده، بصوا. يلا بينا كده فردتها في الفرن، ويلا بينا بقى تعالوا شوفوا الرقاق، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا اوريكم بقى الرقاق الطري بتاعنا، والرقاق بقى الناشف اللي هم عاملينه، شايفين انتوا في الفرن بيبقى قابب معاهم عامل ازاي. بصوا يا جماله يا جماله، بصوا 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 حلاوته عامل ازاي. تعالوا بينا بقى ايه اوريكم بقى الرقاق الطري اللي انا عملته. شايفين انتوا الرغيف بيتلم في ايديا عامل ازاي. بصوا بالشكل ده كده، اروح بقى لماه على طول بعد ما يهدى من معايا كده، اروح لماه على طول عشان يدن طري وكده. واقول لكم اشوفكم على خير وكل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى مبارك. يلا بينا بقى كده بشويه ملح وشويه دقيق وشويه ميه نعمل الرقاق الناشف والرقاق الطري.